شايفين لون الرز؟ والله العظيم تحفه. بديل الزعفران ده اللي هو بيبقى النوع اللي هو الغامق ده، انا هحطه هنا اهوت في ميه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي حبايبي كل مشتركين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن صحه وسعاده وراحه بال. انا دلوقتي بصور بالليل وبمسي عليكم. انا قلت كده اما اطلع اقعد معاكم شويه وانا زهقانه، قلت اما اطلع اقعد معاكم شويه. فانا بقول لكم يا مساء الهنا والسعاده والسرور، يا مساء الحب، يا مساء الامل، يا مساء الخير عليكم وعلى كل حبايبكم. عاملين ايه؟ انا هعمل لكم حاجه النهارده، هي جت في دماغي كده وانا قاعده. هعمل لكم حاجه بقى جميله، والله العظيم حاجه ما نزلتش على اليوتيوب قبل كده، انا دورت عليها على اليوتيوب ما لقيتهاش. هعمل لكم بديل الزعفران. عارفين الزعفران الغالي اللي هو ب 200,000 جنيه ده؟ انا هعمل لكم بديل الزعفران، سر خطير هقول لكم عليه في اخر الفيديو. بس انا هعمل لكم رز بسمتي الاول. هعمل لكم بديل كل حاجه غاليه، يعني مثلا بديل الزعفران، بديل الصويا صوص، بديل الجبنه الموتزاريلا، بديل اللبن المكثف المحلى، بديل كل حاجه غاليه، بديل الكريم شانتيه، بديل البصل البودر والثوم البودر. كل حاجه غاليه وكل الخامات الغاليه انا هعملها لكم، وهعمل لكم بدايل لها ومن الطبيعه. وهعرفكم كمان في حاجات في البهارات مغشوشه بيبيعوها، يعني هي نفس الشكل بالظبط، شكل البهارات الغاليه، بس هي مش بهارات، دي هي اعشاب من الغيط، وانا هوريها لكم وهوريكم الاصليه وهوريكم التقليد. حاجات من الشجر، والله العظيم حاجات بتترمي وبيعملوها، يعني مثلا الورق اللوري مغشوش بيعملوه ورق كافور. الروزميري ده حاجه عندنا والله العظيم اسمها نجيله، انا هنشف لكم شويه واوريهم لكم، مش هتفرقوهم عن الروزميري، هو بالظبط. الكوبيبه الصيني دي حاجات في شجر عندنا كده اسمها فيكس، بتتزرع في الشوارع، بتطلع حبه كده زي الكوبيبه الصيني بالظبط. هوريكم المغشوشه وهوريكم الاصليه. وحاجات كتير حاجات كتير في البهارات هم بيغشوه. الفلفل الاسمر فيه معجون كده بيعملوه زي الحبايه الفلفل الاسمر بالظبط. هوريكم برضو الاصليه وهوريكم المغشوش. الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتبقى فيديوهات جميله ومميزه، افكار ملهاش نهايه، افكار جميله وافكار حلوه وهتفيدكم. بس تابعوني واشتركوا. لاول مره يشوفني، انا يوميات ليلى بنت الريف، انا بنت الريف المصري، وزي ما سميتوني زهره الريف المصري. بشكركم كل اللي سموني الاسم ده، بشكركم والله العظيم، اسم جميل، زهره الريف المصري. بشكركم والله على الاسم الجميل ده. ازاي انا مش عارفه اوصف لكم ازاي بتدوني طاقه ايجابيه وبتدوني امل وبتدوني. بص، انا ساعات ببقى قاعده وزعلانه وحزينه وعشان خاطركم بقوم وبستمد النشاط لان انا عارفه ان انتوا بتستنوني، وعارفه ان انتوا بتستمدوا النشاط مني، وعارفه ان انتوا بتتفائلوا بيا. فانا هقدم لكم حاجات حلوه كتير قوي وافكار حلوه كتير قوي جايه، خليكم معايا. واللي اول مره يشوفني بقى يشترك. وصحيح اللايك، في ناس كتير قالت لي اللايك اما بيجوا يدوسوا على اللايك فيه كهرباء. جربوا كده ودوسوا على اللايك وشوفوه فيه كهرباء، اللي هيلاقي فيه كهرباء يقول لي، واللي هيلاقيه عادي وبيدوس لايك عادي يقول لي. انا ما قدرتش اكمل الفيديو، فصلت وبعدين كملت تاني. فاللي يلاقيه فيه كهرباء، زرار اللايك يا جماعه، ما بتعملوش لايك ليه؟ في ناس كتير بتتفرج وما بتعملش لايك. هو بيكهرب؟ لو بيكهرب والنبي يقولوا لي. اعملوا يا جماعه لايك وقولوا لنا اللي كم واحد كهرب وكم واحد ما كهربش. خليكم معايا عشان تشوفوا الفيديو جميل وفيه حاجات جميله، خليكم معايا. المكون السحري بديل الزعفران اللي هو العصفر ده برضو فيه منه مغشوش وفيه منه اصلي. العصفر ده طبعا ده جاي من الغيط من عندنا، احنا اللي جايبينه. في منه بقى بيعملوا ورده كده، نوع من الزهور، بيقطفوا الورق بتاعه ويعملوه بدل العصفر. والعصفر ده نوعين برضو، في منه نوع اصفر ونوع برتقاني. فبديل الزعفران ده اللي هو بيبقى النوع اللي هو الغامق ده، انا هحطه هنا اهوت في ميه واغليه على النار عشان اخد كل اللون اللي فيه. هو بصوا شعيرات كده برضو زي الزعفران، هو شبه الزعفران قوي، يعني هو تحسوا ان فيه برضو شعيرات كده رفيعه زي الزعفران. انا هاخده كده واحطه على النار هغليه، عشان انا عايزه اللون اللي فيه كله يطلع، عايزه الميه دي تبقى لونها اصفر غامق قوي او داخله على برتقاني. يلا خليكم معايا هغليه، وهعمل الرز البسمتي بقى عشان يبقى التجربه قدامكم والرز قدامكم وكل حاجه قدامكم. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا الفيديو. بص، انا حطيت هنا معلقتين زيت اهم،
كده انا هعمل الرز البسمتي. هحط معلقتين زبده، انا بحب احط عليه زبده. اللي عايز يحط سمنه عادي، ديت سمنه زبده بس متسيحه. اللي عايز يحط زيت بس عادي، سمنه بس عادي. دي بصلايه مفرومه اهي ناعم. نخليها بس تاخد لون اصفر كده فاتح، ذهبي فاتح. بصوا بقى، هنحط دلوقتي واحده لومي، اللي هي اللومي دي. وعلى فكره ده انا اللي عاملاه برضو، وابقى اعمل لكم الطريقه بتاعته. ده ليمون انا اللي عاملاه، ما بشتريش حاجه خالص من بره، انا بعمل كل حاجه. هنحط واحده لومي وقرفه. اللي عنده قرفه من اللي هي السيجار ديت يبقى احسن، بس انا ما عنديش غير القرفه دي. طريقه اللومي ديت تحفه وروعه، انا بعمله وبيقعد من السنه للسنه. اللي عاوزها برضو يقول لي وانا اعملها له. نخليهم ريحتهم تطلع كده ياخدوا تشويحه مع البصل. اللي عايز يحط قرفه ناعمه برضو يحط، بس انا ما بحبش القرفه الناعمه، يبقى طعمها باين قوي. دلوقتي هحط الرز ده مغسول ومتصفي، انا ما بحبش انقعه، ده مغسول ومتصفي بس. كده هحطه دلوقتي. انا طبعا عامله حاجات بسيطه على قدي لان انا مش معايا حد، انتوا تعملوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها. الرز البسمتي مش بيحب يتقلب كتير، احنا بس هننشف بقيه الميه اللي فيه، ان هو يبقى ياخد كل طعم البصل والتشويحه دي، وياخد طعم الزبده. لان التقليب في الرز ده كتير بيخليه حباته تتكسر وينهري. حتى اما تزوديه برده ما تقلبيهوش، يا دوبك هو يتشرب وتوطي عليه وتغطي بقى وتسيبيه مع نفسه خالص ونسيه لحد ما يستوي. هتيجي تشوفيه هتلاقيه من فوق زي تحت وكله مستوي زي بعض. انا هحط له كده معلقه بهارات اهي، انا بجيبها للرز ده مخصوص، هي عليها نسبه قرفه بسيطه خالص. هحط له كده زي معلقه، نص معلقه صغيره. ريحتها هتطلع بس البهارات ديت وازود على طول. بصوا بقى الرز بقى مفلفل ازاي، ويا دوبك انا سايباه ما بقلبوش الا كل فتره عشان الحبايه ما تتكسرش. كده هزوده بقى دي شوربه لحم. بس كده بقى هسيبه لحد ما يستوي، يغلي بس غلوتين ويشرب شويه من الشوربه دي، وبعدين هوطي عليه واسيبه يستوي مع نفسه خالص. مش هاجي ناحيته ولا هقلب ولا هاجي ناحيته، بس هنقله على العين الكبيره دي. بس لما يتشرب بقى هوطي عليه واسيبه. كده هو اتشرب اهو، مش هاجي ناحيته خالص اهو، اتشرب خالص اهو. هوطي خالص على اهدى حاجه واسيبه. بصوا بقى هو كده خلاص استوى اهو، يعني فاضل له حاجات بسيطه. انا عايزه بس اوريكم لون العصفر عامل ازاي، اللي هو بدال الزعفران. شايفين اللون؟ تخيلوا اللون عامل ازاي، احلى من الزعفران كمان، والطعم طعم تحفه والله، الطعم جميل قوي.
بس انا عايزه اصفيه بقى عشان ما ينزلش التفل بتاع مش عايزه التفل بتاعه ينزل على الرز. هاخده بس تقليبه كده عشان ما اجيش ناحيته تاني، لان انا عايزه يبقى حبايه صفرا وحبايه بيضه اهو. انتوا متخيلين اللون عامل ازاي؟ اللون باين عامل ازاي؟ هغطي عليه بقى واسيبه يستوي، مش هقلبه الا لما اجي اغرف. وهعمل جنبه بقى طبق ملوخيه كده من اللي انا مفرزاها. انا مش عشان مش فاضيه بقى، ما كنتش عامله حسابي اصلا ان انا اعمل ملوخيه، فانا ما ولا هخرط ولا هعمل. انا هعمل الملوخيه اللي انا مفرزاها دي. شايفين لونها عامل ازاي؟ دي الملوخيه اللي انا مفرزاها في الفريزر. هي بتتحط كده، تطلع من التلاجة من الفريزر كده، تتحط على الشوربه وهي لسه مش قبل ما تغلي، عشان تفك معاها كده في قلب الشوربه عشان ما تسودش. سيبها بقى تفك براحتها كده في قلب الشوربه. شايفين الملوخيه عامله ازاي؟ لحسن تقولوا غيرتها ولا حاجه. اهي لسه مجمده، اهي لسه فيها حتت مجمده اهي. انتوا شايفين لون الملوخيه عامل ازاي؟ وحتت ازاي، مش مضروبه، مش مهروسه، حتت اكنها لسه متخرطه. بصوا حتت. بصوا المطه اللي فيها ديت ما بتبقاش غير في الملوخيه الخضراء اللي لسه متخرطه. بصوا، ده دليل على انها ملوخيه ناجحه 100%. انا عايزاكم بقى تخشوا تشوفوا طريقه تخزين الملوخيه دي، والله العظيم هتعتمدوها، طريقه جميله تحفه. شايفين اللون عامل ازاي؟ الحركه دي بتخلي الملوخيه تلف وتتقل. خضره ناشفه متخرطه متفرزه، تعملي لها الحركه دي. مش تحطيها في الشوربه وتسيبيها كده وخلاص، لا، خليكي معاها كده، دوريها ورندجيها كده. امي كانت تقعد تقول لها سكر سكر يجعل حلاوه النبي فيك. مش عارفه الكلمه دي بقى صح ولا غلط، بس كانت بتبقى ملوخيه زي العسل وهي عاملاها لنا على الباجور الجاز. صوت الباجور الجاز والله لسه في ودني لحد دلوقتي. كانت تولع الباجور الجاز كده وتعمل عليه الملوخيه الخضراء ديت مع البط والكسكسي بقى والحاجات الحلوه بتاع زمان دي. حاجات والله العظيم، يعني الزمن الجميل صحيح. ان شاء الله هجيب لكم باجور جاز واعمل لكم عليه الاكل. ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم. اجيب باجور جاز ولا يبقى وش في التصوير؟ عايزه اجيب باجور جاز واعمل عليه الاكل بدل الكانون، يعني اللي انا هصوره هنا في الشقه يبقى على الباجور الجاز. شوفوا بقى الملوخيه لفت وبقت عامله ازاي. كده خلاص الملوخيه استوت، وبعمل لها الطشه بقى. شايفين بقى الملوخيه لونها عامل ازاي؟ شوفوا بقى الرز عامل ازاي. طبعا القرفه دي هتتشال. شوفوا لون الرز، والله العظيم اختراع جميل. بصوا لون الرز عامل ازاي. نعرفه بقى.
الليمونه دي طبعا بتتشال. بصوا كل ما نزل لتحت الرز لونه عامل ازاي. طبعا انا مش مخليها كله لون واحد، هو فيه حبايه وحبايه. شايفين لون الرز؟ والله العظيم تحفه. استنوا بقى اما نغرف الملوخيه. شايفين لون الملوخيه عامله ازاي؟ ايه رايكم بقى في السفره الحلوه دي؟ تعالوا كلوا معانا. والمخلل بقى اللي انا عاملاه، الملوخيه الجميله دي. شايفين لون الملوخيه عامل ازاي؟ الملوخيه والله العظيم خضرة اكنها لسه طالعه من الغيط. استنى بقى ما نحط الديكوريشن. اللي هيقول لي بقى الورقه اللي انا حطيتها دي ايه، له جايزه مني. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم على الاختراع الجامد الفظيع ده. يستاهل 100,000 لايك والله العظيم. اللي مش مشترك بقى ويتفرج عليا لحد دلوقتي يحط اللايك ويشترك. ويوميات ليلى بنت الريف، ودايما كل جديد مع زهرة الريف المصري. ايوه.